البنت دي هي سو، قناصة محترفة وبتشتغل مع أخوها إيكاي، واللي بتكون مهمتهم اغتيال رجل أعمال في حفلة، وبتكون متنكرة في لبس ويتر عشان تقدر تدخل وتخفي سلاحها وتنفذ مهمتها بسهولة. لكن قبل ما تسحب المسدس اللي هي مخبياه، رجل الأعمال ده بيقوم وبيمسكها من وسطها، فبتسيب المسدس وبتزقه، فبيسحب الجارد اللي معاه السلاح ولسه هيضرب سو، بس هي رد فعلها بيكون أسرع منه، فبتضربه وبتاخد سلاحه وبتضرب كمان البيزنس مان. لكن قبل ما الرصاصة بتيجي فيه بيترمي عليه واحد من الحراس بتوعه وبينقذه، وفي نفس الوقت بيكون في واحد من الحراس واقف في مكان عالي وبيبدأ يضرب نار على سو اللي بتحاول تبعد عن ضرب النار، وفي نفس الوقت بيدخل أخوها عشان يساعدها، وبتبدأ سو وأخوها يقتلوا كل الحراس، وبيكونوا متفاهمين جدا وعندهم مهارات عالية قوي في استخدام الأسلحة، وفي الآخر بيقتلوا البيزنس مان وبيمشوا ولا كأنهم عملوا أي حاجة. المهمة اللي بعدها بتكون تأمين رجل الأعمال الفاسد تشانج ومساعدته على سرقة ألماظ ثمنه 80 مليون دولار، لكن القوات الخاصة بتكون رصد العملية وبتراقب كل حاجة عشان يقبضوا عليهم متلبسين. بيطلب تشانج انه يشوف البضاعة، ولكن البياع لما بيقول له وريني الفلوس بيتهرب منه وبيماطل، وده اللي بيخلي البياع يشك فيه وبيخلي رجالته يهددوه بالسلاح، وده اللي بيخلي رجالة تشانج يرفعوا سلاحهم هم كمان، وبيبدأ ضرب النار ما بينهم. وبتكون سو ماسكة السنايبر ومستعدة ومستخبية في مكان بعيد بحيث ان مفيش حد يكشفها، وفي نفس الوقت بتكون قناصة القوات الخاصة نيان بتراقب الوضع، فبتشوف سو وبتضربها طلقة بس ما بتجيش فيها. في نفس الوقت اللي بتكون القوات الخاصة سيطرت على الوضع، بتروح نيان تدور على سو عشان تقبض عليها، ولكن بتلاقيها غيرت مكانها، فبتبدأ تتابعها لحد ما بتشوفها وبتضرب عليها نار وبتجري وراها. طبعا سو مش بتسكت وبترد عليها ضرب النار بمسدس، والسنايبر بيكون في شنطة على ظهرها، وبتكون نيان عندها إصرار مش طبيعي إن هي تمسكها بس ما بتقدرش، لأن سو بترمي عليها قنبلة وبتختفي على طول. بتبعد نيان عن المنطقة اللي انفجرت فيها القنبلة في آخر لحظة، وبتسمع القائد بينادي عليها على جهاز اللاسلكي، وكان متعصب لأنها اتصرفت من دماغها. نيان بتفوق وبتشوف سو بتهرب في قارب وبتحاول تضرب عليها لكن بتكون بعدت. بترجع نيان ومعاها طاقية كانت لابساها سو، وده كل اللي قدرت توصل له. لما بتسلمها للقائد بيزعق لها وبيقول لها انت مش ملتزمة وبتخالفي الأوامر، وده غير انك عرضت حياتك للخطر. بتقول له نيان ان هي ما قدرتش ترجع بسرعة عشان كان في قنبلة انفجرت جنبها، وانها كانت بتعاني من الصدمة. وبيقول لها القائد اللي بيكون اسمه هان سونج ان هي تمشي دلوقتي وتروح للخدمة الطبية عشان تتعالج، وبعد كده هيبقى ليه كلام تاني معاها. ودلوقتي بيكون في اجتماع وبيسأل القائد الأعلى عن المعلومات اللي جابتها الشرطة من القوات الخاصة، وبتتكلم نيانا عن سو وبتقول ان هي قناصة ومتدربة تدريب عالي جدا، وبتوضح للقائد قد ايه هي خطر عليهم لانها بتعمل تغطية لعصابة اسمها اقوى عشان تخليهم يهربوا بعد ما بيخلصوا العملية بتاعتهم، وبتقدر ان هي تستخبى كويس ومفيش اي حد بيشوفها. كمان قالت ان هي بتعتبر تهديد على القوات الخاصة والشرطة بشكل عام. بيقول لها القائد اننا لازم نحل القضية ونقبض على العصابة دي خلال اسبوع واحد لانهم بيهددوا الامن العام. بيكون في تدريب للقوات الخاصة على الاقتحام، وبتكون نيان موجودة فيه، وبيبقى واضح عليها ان هي شجاعة وعندها قوة عالية لدرجة ان زميلها اللي قبضت عليه في التدريب كان بيتألم جدا. والقائد هان سونج جمعهم وبدأ ان هو يزعق لها عشان بتتعامل مع زمايلها بعنف زيادة عن اللزوم، بس بتقعد لوحدها وبتشجع نفسها وبتقول ان هي هتكون شرطية محترفة وتساعد في القبض على العصابة. تاني يوم بيكون في عربية كبيرة تبع شركة التأمين بتنقل الماس بتاع تشانج ومتأمنة ب2 مسلحين، وشنطة الماس بتكون مع تشو موظفة في شركة التأمين، وبتكون سو موجودة في مكان عالي بالسنايبر بتاعها وجاهزة للعملية، وبتستهدف عربية الماس، وأول ما بتشوفها بتبلغ العصابة. بيكون حد تبع سوقاي راكب بلدوزر ومعاه سلاح آلي وبيبدأ الهجوم، وفعلا بيدخل في عربية الماس من الجنب وبيقلبها، وبيطلع كاي بسلاح آلي وبيفتح النار على كل الناس اللي موجودين في العربية. فبتضغط تشو اللي هي موظفة شركة التأمين على جهاز الإنذار، وفعلا بتوصل الشرطة وبيكون معاهم القوات الخاصة، ولكن سو بتكون متوقعة ده وبتبدأ تضرب عليهم عشان تعطلهم، وكمان بتضرب عربية في تانك البنزين بتاعها وبتفجرها. رجالة الشرطة ما بينسحبوش وبيهاجموا العصابة بشجاعة، ويفضل ضرب النار مستمر لفترة طويلة. في النهاية بتقرر العصابة ان هي تنسحب، وبيطلبوا من سو ان هي تأمنهم طبعا بعد ما عرفوا ان هم ياخدوا الشنطة اللي فيها الألماظ. لما بيحاول القائد هان ان هو يقبض عليهم وهم بيهربوا، سو ضربته في ظهره واتصاب إصابة خطيرة، وفي الآخر سو بتفجر العربية اللي بيكون فيها الألماظ عشان تخفي الأدلة. بتتفاجئ سو ان نيان عرفت مكانها زي العملية اللي فاتت وبدأت ان هي تهاجمها، فسو بتدافع عن نفسها وبيبتدوا ان هما يتخانقوا مع بعض، وسو بترمي عليها اسمنت وبتضربها بالنار بسرعة، فبتهرب نيان من قدامها وبتستخبى، وبتقدر سو تاخد موتوسيكل وتهرب. بتروح نيان المستشفى عشان تطمن على القائد هان، ولما بتسأل الدكتور بيقول لها ان حالته خطيرة وممكن بعد كده ما يقدرش ان هو يمشي تاني. بتزعل نيان جدا وبتروح تطلع كل طاقتها في التمرين، وبتفتكر ان سو هزمتها وقدرت ان هي تضربها وتهرب.
والمشهد اللي اتصاب فيه القائد هان، وفي الناحية التانية بيكون اخو سو مصاب في دراعه وهي بتحاول تساعده. وفي اللحظة دي بيجيله اتصال من مساعدة شانج وبيقول له عاوز اقابلك عشان اخد منك الماس، وفعلا بيروح يقابله على جزيرة وبيديله الماس وبياخد المقابل بتاعه فلوس. بيمشي أكاي وسو باللانش بعد ما خلصوا عملية التبادل، لكن مساعدة شانج بيكون خاين وحط له متفجرات في اللانش وبيفجرها عن بعد باللاسلكي. ولما بيرجع الأسرة بتاعت شانج بيكون قاعد مع موظفة التأمين اللي اسمها تشو، وبيجي مكالمة من أكاي وبيكتشفوا إنه ما ماتش وطلب منهم 10 أضعاف المكافأة اللي خدها. وبتسمع تشو الكلام ده وبيحس تشانج إن هي بقت خطر عليه، وبيتكلم أكاي مع أخته عن اللعبة اللي حصلت عليهم وبيقول لها عادي هو أصلا كان متوقع اللي حصل ده، وبتقول له كويس إننا كنا مجهزين معدات الغوص، وبيقول لها إن تشانج لازم يموت لأنه طلع خاين. تاني يوم بتكون الشرطة بتحقق في جريمة قتل تشو وبيعرفوا إنها اللي كانت موجودة في عربية الماس اللي اتسرقت، وبيقول لهم الضابط اللي مسؤول عن التحقيق إن هما لازم يعملوا تحريات كويسة ويفهموا إيه علاقة تشو بعملية سرقة الألماظ اللي حصلت. ودلوقتي بتكون سو بتتكلم مع أكاي على البحر وبتقوله إن هي خلاص ما بقتش مرتاحة في الشغل اللي من النوع ده، وإن هم عمالين بيخلصوا على الناس فخلاص هي ما بقتش مستحملة. فبيقول لها تصبر بس شوية وإن دي هتبقى آخر عملية ليهم، وبعد كده يتنقلوا لباريس ويشتروا بيت كبير ويعيشوا في سلام هناك. بيروح تشانج بنفسه هو ورجالته عشان يخلصوا على أكاي وأخته ويتأكد إنهم ماتوا عشان مبقاش يثق في المساعد بتاعه. ولما بيروح بيكون أكاي مستعد لكل حاجة ومأمن نفسه كويس، وبيبدأ يهاجم رجالة تشانج ويقتله. بيتصرف أكاي بشجاعة ومهارة عالية وبيتفنن في قتلهم، وكل ده تشانج بيكون قاعد في العربية بتاعته مستني يشوف جثة أكاي لحد ما بيلاقي انفجار كبير، بس ما بيرضاش يمشي برضه عشان يتأكد إن أكاي مات. بيكون رجالة تشانج العدد بتاعهم كبير جدا وبيضربوا نار من كل حتة، لكن أكاي بيعرف يواجههم وبيقتل منهم عدد كبير بالرغم إنه مصاب. وفي نفس الوقت تشانج بيكون قاعد في العربية بتاعته ومزاجه عالي وبيسمع مزيكا. بتترمي قنبلة على أكاي وبينط بسرعة من مسافة عالية عشان ما تنفجرش فيه، وبينزل حي بس بيبقى في جسمه إصابات كتير. لما بيشوفوا تشانج بيتفاجئ، لكن بيجي واحد من رجالته ويضربه طلقة في ظهره، فبكده بيتأكد تشانج إنه مات وبيقول للسواق اطلع على البيت. وبعد ما تشانج بيمشي بيقلب أكاي الوضع وبيقتل اللي ضربه، بس بيقع على الأرض هو كمان وهو بينزف، ولكنه بيقوم وبيسوق عربيته وبيروح لسو عشان تسعفه، بس ما بتلحقش تعمل له أي حاجة وبيموت قدامها وهي عمالة تعيط ومنهارة ومش مصدقة اللي بيحصل. بعد كده بتحرق الجثة بتاعته وبترميها في البحر، وبيبقى باين عليها ان هي هتنتقم من اللي عمله كده. تاني يوم بتكون نيان ماشية بالعربية بتاعتها، فبالصدفة بتشوف سو وبتبقى سايقة هي كمان العربية، وعلى طول بتبلغ الشرطة عنها وما بتسيبهاش وبتبدأ ان هي تجري وراها، وبتلاقيها دخلت مكان اسمه دار جبل بيهاي، وكان واضح ان هي هتنفذ مهمة اغتيال هناك لان كان في اجتماع يحضره تشانج، وهي طبعا عاوزة تنتقم لاخوها أكاي. بتكون القوات الخاصة وصلت المكان وسو بتحاول تقتل تشانج بكل الطرق، والمساعدين بتوعه بيضربوا عليها نار لكنها ما بتستسلمش. بتنزل نيان من عربيتها في الوقت ده وبتبدأ تهاجم سو هي كمان. بتلاقي سو دعم وصل من الشرطة ونيان بتبقى بتهاجمها بكل قوتها، فبتضطر ان هي تنسحب وتبقى تقتل تشانج في يوم تاني. الشرطة بيبعتوا درون عشان تتابع سو ويعرفوا مكانها، لكن هي بتلاحظها وبتضرب عليها من المسدس بتاعها وبتوقعها، فالإرسال بيتقطع عند الشرطة. بيكون تشانج بعد اللي حصل في المستشفى ومتعصب وبيزعق للمساعد بتاعه، وفي نفس الوقت ده بتيجي الشرطة وبيحققوا معاه وبيسألوه عن أعدائه وبيقولوا له تتوقع مين اللي عمل فيك كده، ويكون عاوز يقتلك، بس طبعا ما يقدرش يقول لهم أخت واحد أنا قتلته. وبيقول لهم تشانج أنا راجل ليا سمعتي وعمري ما كان ليا أعداء وعمري ما أذيت حد. بتوري له واحدة من الشرطة صورة موظفة التأمينات تشو وبتقول له أنت كنت تعرفها، لكن طبعا بينكر، وبعد كده بيعمل نفسه تعبان عشان الشرطة تسيبه يرتاح. لكن بعد ما بيخرج من المستشفى بيلاقي عربية بتراقبه. في اسم الشرطة بيكونوا بيجمعوا تبرعات للقائد يان عشان يساهموا في العلاج بتاعه، ونيان كانت موجودة معاهم. وبيجي رئيس الشرطة وبيطمنهم عليه وبيقول لهم إن الفريق الطبي هيعمل أقصى حاجة عنده عشان يخلوه يخف ويرجع الشغل بتاعه في أقرب وقت. بتروح بعد كده نيان تتدرب على ضرب النار وبتفتكر القائد هان وبتحاول تتمرن عشان تجيب حقه وتنتقم من سو، وكمان بتروح تزوره في المستشفى عشان تطمن عليه، وبتقول له إن هي طردت القناصة دي 3 مرات وما قدرتش توصل لها، وبتوعده إنها هتفضل وراها لحد ما تجيبها حتى لو راحت في آخر الدنيا. بعد شوية بتروح نيان تشتري حاجة، ولما بتبص على الإزاز بتلاحظ إن سو موجودة وبتروح عشان تمسكها وتقبض عليها، لكن بتلاقيها طلعت واحدة تانية، فبتعتذر لها عن الموقف البايخ ده. وفي نفس الوقت بيروح تشانج لمديرية الأمن العام بيطلب منهم إن هم يحموه، لكنهم بيواجهوه بالمؤامرة اللي هو عاملها عشان ياخد قيمة التأمين على الماس، وإن هو اللي أمر العصابة عشان تسرقه وتجيبوله، ويبقى كده كسب من الناحيتين. وكمان بيواجهوه بموت تشو وإنه متهم بقتلها
عشان يخفي آثار جريمة سرقة الألماظ وموضوع التأمين، لأن هي هتشهد عليه لو وقع. ولكن تشانج طبعا بينكر كل حاجة وبيقول لهم إن مفيش دليل على الكلام ده، وبيقول له الضابط إن لو اللي عمل الجرائم دي ما ظهرش أنت كده اللي هتشيلها، وبيفهمه إنه لو اتعاون معاهم هيحمي حياته. فبيقول لهم إن بعد بكرة عنده حفلة افتتاح مهمة، وإن دي فرصة كويسة عشان تكونوا موجودين وتمسكوا الشخص اللي عاوز يموت. ولما نيان بتدخل بيتها بتتفاجئ بإن سو قاعدة قدامها، ولما بتمسك المسدس بتاعها عشان تقبض عليها بتوريها سو فيديو للقائد هان، وفي قنبلة بتبقى موجودة تحت السرير بتاعه، وبتاخد منها المسدس وبتسألها عن مكان تشانج لأنها عارفة إن القوات الخاصة بتحميه عشان يوصلوا لها ويمسكوها. فعلا بتخاف نيان على القائد هان وبتقول لها على كل حاجة وعن مكان وميعاد الحفلة، بس سو بتهددها بالسلاح ولكن ما بتقتلهاش لأنه بيكون فاضي، وبتسيبها وبتمشي. بيجي اليوم المنتظر وبيكون الافتتاح في المينا، وبيكون المكان متلغم بالشرطة والقوات الخاصة، وفي 2 حراسة قاعدين مع تشانج، ولكنه بيقول لهم انه محتاج يدخل الحمام، بس رجالته بيساعدوه وبيهرب من الشباك وبيغير هدومه بسرعة عشان محدش يعرفه. وطبعا بتكون سو موجودة بالسنايبر بتاعها عشان تخلص على تشانج وتنتقم لاخوها اكاي. بتضرب سو على تشانج طلقة اول ما بتشوفه، بس بتيجي في المساعد بتاعه وبيقع وتشانج بيهرب. في نفس الوقت نيان بتكون هي القناصة بتاعت القوات الخاصة في المهمة دي، وبتقدر تحدد مكان سو أول ما الطلقة بتتضرب. قبل ما تضرب سو الطلقة التانية على تشانج اللي كان بيهرب مع الرجالة بتوعه، قدرت نيان إن هي تضربها طلقة في جنبها، والشرطة بتقبض على تشانج وسو في نفس الوقت. تاني يوم بيكون القائد هان فاق وقدر ينزل من الأوضة بتاعته في المستشفى، ولكن مش بيقدر يتحرك عادي وماشي بكرسي بعجل، وبتفاجئه نيان وبتزق بالكرسي فبيبص لها وبيبتسم. وبيخلص ملخص الفيلم. اعمل لايك وكومنت للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس، وأحلى سلام عليك يا باشواتي.